هتلعب هناك. انا هو اقنعه سياده الوزير عنده وجهه نظر ان الاسبوع اللي فات ده كان في نوع من التوتر بين جماهير الاهلي او اللي مسمين نفسهم جماهير الالتراس الاهلي ومجلس اداره الاهلي، فما عادش ينفع الماتش يتعمل في القاهره في الظروف دي. فكان في اقتراح يتعمل في السويس، اقتراح يتعمل في اسوان، لكن لضيق الوقت خلاص هيتعمل في برج العرب. انا وجهه نظري طبعا انه لائحه جايه لي من الاول بتقول ان الملعب فيه بترول اسمر. خلاص سمح لي ما دام الاهلي حدد ملعبه برج العرب، انا ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله يعني كنت لسه موجود في النادي ما استقلتش، هيبقى الماتش في بورسعيد باذن الله. هعمل الماتش الاهلي والزمالك في استاد بورسعيد، ما دام مسموح لكل نادي يختار النادي اللي هو عايزه، فانا ان شاء الله الماتش الجاي هيكون في بورسعيد. وانا عارف شعب بورسعيد هيستقبل فريق الاهلي ازاي، بالعكس بالمناسبه للتصالح بعد سنوات كثيره من الازمه اللي حصلت بين الناديين. ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا كنا عاملين حسابنا ان برضه كان في دوله وان كان في ناس هتتكلم، وعشان كده كان في تعليمات ان اعتبروا الماتش هيتلعب في ملعب مختار التتش، عشان الاخ اللي عمال يهرج في الاهرام النسائي محدش بيقرا طبعا، والهجص اللي بيتعمل دوت انه هيرضخ في الاخر. انا مش هبتعند، ده انا قاعد مع وزير الداخليه عنده حاجات انا ما اعرفهاش، يعني هو عنده خلفيات ومشاهد ممكن تكون غايبه عني، وهو برضه ممكن يكون غايب عنه بعض الامور، لكن في النهايه الناحيه الامنيه هو شايفها اكتر مني. هو عنده معلومات ومعلومات مؤكده الماتش لو اتعمل في القاهره هتحصل 1 2 3 4. انا عشان اصغر طفل في مصر ما يتعورش او يموت ونرجع تاني نقول زي الدفاع الجوي او وخاصه ان كان في ناس متربصه ان الماتش يتعمل في مصر عشان تحصل مشكله ويموت ناس. طبعا انا بحافظ على الناس زي ما السيد الوزير حافظ. انا معلومات مؤكده جت من عند السيد الوزير ان وجود الماتش في الظروف دي في القاهره في اي ملعب من ملاعب القاهره هيسبب مشاكل. نقلوا اصوات طبعا ان النادي الاهلي يسافر فعلا الى برج العرب، واحنا مش عاملين عند